السلام عليكم كثيرين، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم بغيت ندير لكم الفلفله مرقده، وعجبتني هاد الفلفله حمراء هكايا كاينه موجوده في السوق. كناخذها كنشويها يعني فوق البوطه ولا فوق الفاخر، باش كيبقى فيها داك الريحه ديال الدخان. هذا هو الميزه اللي كتميز بها هاد الفلفله المرقده. كنحاول نحيد لها القشره الفوقانيه بلا ما نغسلها، باش كنبقى فيها ديك الريحه ديال ريحه الشوا. كتعطي فيها يعني كنحاول نقشرها بالموس اولا بمعلقه من الفوق، ونحاول نعود نغسل يديا ولكن ما نغسلش الفلفله، باش كتبقى عندي مرقده. وكتاخذ واحد الطيبه ديال الاعشاب اللي غادي نوجد معكم. كندير الاعشاب ديال يعني متوفره عندي. كناخذ الزيت البلديه بكميه كثيره، وكندير فيها واحد الكميه ديال الثومه. ما كتبقاش ديك الثومه يعني هي كتلقى ولا نسمه في الزيت، يعني ما كتاثرش على يعني على المذاق ديال الفلفله، بالعكس كتبقى ريحه الفلفله طاغيه. كنديرها وكنضيف عليها كما قلت لكم الاعشاب المنسمه، يعني بحال الزعتر. غندير شويه تاع الزعتر من بعد ما غتقلى هاد الثومه. اليازير، الهريسه، درت واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، ومعلقه كبيره ديال الحامض المصير اللي قطعته قطع صغار. هادو كما قلت غير كاضافات. ونضيف اليازير اللي مقطع، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره. ندير الزعتر، الزعيطره، يعني الاعشاب اللي كتكون متوفر عندك. الريحان حتى هو يعني الحبق اللي كيكون يابس. ورقه سيدنا موسى، كتجي يعني كتعطي واحد اللذة زوينه في هاد الفلفله حلوه. وكما كنقول يعني تقدروا ديروا حتى فلفله حلوه ديال هذه خضراء او في الالوان، غير انا متوفر عندي هذه لقيتها شويه ناقصه شويه في السوق، وجدت منها واحد الكميه كثيره. وفضلت انني نوجدها بهذه الطريقه هذه ونشاركها معكم. هنا من بعد دوك المواد كلشي، دوك الاعشاب والثومه يعني كيتلقوا في هذيك الزيت البلديه، كنبدا كنلوح فيها الفلفله هذه باش حتى هي كتشرب ليا دوك هذيك النسمه. وكنبقى يعني كنخليها حتى كطبخ، وغنطفي عليها البوطه وغنخليها كتبقى كتشرب مزيان حتى كتبرد ديك الزيت. غنبقى كنسقيها من الفوق. البلايص اللي ما وصلتهمش الزيت كنحاول ندخل لهم الزيت غير بالمعلقه، يعني كنبقى نزيد الفلفله شويه بشويه حتى كنكمل. من بعد كنحتفظ بها في شي قرعه اللي تكون ديال الزاج اللي معقمه، ونغطي عليها بداك الزيت. يعني فيما كنبغي كناخذ فلفله حلوه هكايا، يعني سواء مع الحوايج هكا يعني مقليه اولا مع يعني نقدر ناكلها غير هكاك يعني مع الخبز بوحدها كتجي لذيذه. وهذيك الزويته ديالها اللي كتبقى كنقدر نخدمها حتى في الطياب. انا بالنسبه لي كنستعملها في الطياب، يعني كنهزها يعني هي شاربه مزيان المذاق ديال الثومه وديال الاعشاب. كنحاول يعني فيما نطيب شي طويجين كنهز واحد 2 معلقات اولا 3 وكنضيفهم من الفوق ديال خصوصا الطويجين ديال اللي كيكون فيه الخضيره، كتجي واحد النسمه زوينه فيه بزاف. انا كنحاول كما قلت لكم كنسقي يعني من بعد ما كنطفي البوطه. كنخليها كتبقى تشرب وكنبقى كنسقيها من الفوق. يعني اللي ما بغاش داك الشوا هذاك الحموم اللي كيبان لكم، تقدروا تشووها في الفران، ولكن راه ما كتجيش فيها النسمه بحال شويتيها هكايا فوق من الفاخر اولا فوق البوطه. هذه هي الميزه اللي كتميز بها هاد الفلفله هذه. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها يعني تشاركوا